السلام عليكم، معكم الشيف ربيع عزمي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حليوات فرديه بالكريمه ديال الشوكولات. المقادير اللي غنحتاجو بطبيعه الحال جينواز، وراه فات لي قدمتها في واحد الفيديو. غتقطع على دي سيركل، كاينين دي سيركل كبار وكاينين وحدين صغار منهم. بالنسبه للمول غنخدموا بهذا المول. غنحتاجو 7 غرام ديال الجيلاتين، وغنحتاجو هنايا 250 غرام تاع كريم فريش و250 غرام تاع الحليب، يعني 500 غرام بيناتهم. عندنا 280 تاع الشوكولات، عندنا 5 صفار البيض، عندنا 80 غرام تاع السنيده. بالنسبه للكلاصاج غنحتاجو 80 غرام تاع الماء و80 غرام ديال الكاكاو. هنا عندنا 12 غرام ديال الجيلاتين. بالنسبه للسنيده 240 غرام، وبالنسبه للكريم فريش غنحتاجو 160 غرام. كما هنايا وخليناه حتى يذوب. بالنسبه للحليب وسميتو الكريم فريش غنديروهم في شي كاسرول ولا نديروهم فوق العافيه حتى يغلاو. غنديرهم فوق العافيه حتى يغلاو، يعني حتى طلع فيهم الغليه. نديرو السنيده ونديرو البيض ونخدموهم. هانتوما بعد ما دارت لينا السنيده دابت، داك سميتو الحليب والكريم فريش راه غلاو، غنخويو منه غير شويه بحال هكا، جهد تقريبا شي كاس. نحركو بالزربه، ومن بعد غنخويو هادشي كله في لاكاسرول هنايا مع التحراك، وغنديرو فوق العافيه تقريبا 3 دقائق، والعافيه تكون مهيله. بالنسبه للخليط ديالنا راه خليته تقريبا 3 دقائق، ولكن فوق عافيه مهيله. الا فات هذا الوقت راه غيطيب لكم البيض وغيخسر لكم هذا لا غوسيت. بالنسبه للشوكولات ها هما كي كتشوفوا مقطعين وتقطع صغير، والجيلاتين راه درناه في الماء. غنخوي عليه هذا الخليط ونخليوه، ولكن ما غنحركوه ما حتى شي حاجه حتى يذوب داك الشوكولات. عاد من بعد غنحركوه. ها نتوما راه حنا صفيناه باش ما طيحش لينا شي حاجه نهائيا قاصحه. غنخليوه يرتاح دابا حتى من بعد عاد غنرجعوا ليه ان شاء الله. بعد ما الخليط ديالنا هو وجد، ها نتوما كديروا غير تقريبا نص هاد سميتو، كتعمروا النص وغتحطوا جينواز وغتعمروا عليها عاوتاني. بالنسبه لهاد الخليط اللي وجدنا اليوم راه ممكن يدير لنا 2 ديال من هاد لي بلا. دابا غنشدوها غنحطوها في سميتو في هذا في الفريغو، وغنخليوها 4 سوايع. عاد غنخرجوها ومن بعد غنخدموا الكلاصاج حنا خدينا السنيده، خوينا على ديك 80 غرام تاع الماء، غنديروها فوق العافيه مهيله ونخليوها حتى يطلعوا فيها الفقاعات. الكريم فريش ها هو درناه في سميتو كاسرونه حتى هو غنخليوه حتى هو يسخن. وهنايا راه سميتو جيلاتين خويت عليه شويه الماء، والكاكاو هانتوما غتشوفوا كيفاش غنديروهم فوق البوطه. دابا بعد ما غلا لينا هاد السيرو ديالنا كنزيدو على الكاكاو اللي عندنا ونخلطوه مزيان حتى تجانس العناصر كلها. ومن بعد غنزيدو هذا الكريم فريش، والكريم فريش راه حتى هي غلات، وعاد حيدتها وزدت فيها هذاك الجيلاتين صافي ونخلطو مزيان. هانتوما بعد ما تخلط لينا غنزيدو ثاني الكريم فريش ونخلطو مزيان. وهاد من الاحسن هاد الخليط دوزوه في الميكسور حسن يطحن باش ما يبقى فيه لا حبيبات لا حتى شي حاجه. بالنسبه لسميتو ملي هاد الخليط غتطحنوه دوزوه في الصفايه باش ما تبقاش فيه حتى شي حاجه شي حبيبه ولا هذا، ومن بعد غتخليوه حتى يدفى. ملي تخشي فيه صبعك ما يحرقكش، غتكون ديك درجه الحراره تقريبا تبقى فيه ديك 26. وعاد غنخويو على الحلوه باش ما تذوبش لينا الحلوه تخسر لينا. الكيكات ديالنا هما خرجناهم من الفريغو صافي، تبداي تخوي عليهم هاد الخليط. راه قلت لكم راه ما يكونش سخون بزاف، راه الا كان سخون غيخسر لكم هاد الكيكات. هاتو نحاولوا ما امكن انهم
تجي هاد الكلاصاج يجي عليهم كاملين باش ما يبانش فيهم مابقاش شي بلاصه عريانه. بالنسبه لدوك لي ساق الكبار اللي بقاو لينا غنشدو غنديروا لهم بحال دابا كريم شونتي تطلعيها، ولا عندك شي كريمه اللي كانت عندك غتحاولي انك تدوري على هاد الجوانب كاملين. غيكون عندك اللوز ايفيلي تحمريه، ولا اللي كان عندك اختياري تيبقى داكشي تزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزين على حساب. انت من بعد كتحطي على داك الساق اللي قديتي ليه اللوز ايفيلي من الجناب بحال هكا، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. بالنسبه للحليوات الفرديه ديالنا ها هو الشكل النهائي ديالهم، كنتمنى انها تعجبكم وراه كتجي بنينه الصراحه. بالنسبه لهاد الزويوقات هادو غير الشكلاط كتذوبوه، كتشدو بابي كلاصي كتحطيه بالمعلقه بحال هكا واحد شويه، وكتجري بالمعلقه باش تعطيك هاد الشكل. بالنسبه هنايا راه درت ليه غير اللون الذهبي، هذا هو اللي زدت عليه. كنتمنى انها تعجبكم وشاركوا معايا في لاباج ديالي، واللي عجباتو الفيديو بارطاجيه مع الناس ديالها. شكرا.